ما تبطلوا تماحيك بقى في دول العالم. يعني لا انتوا بتدوا مرتبات دول العالم، ولا بتوفروا خدمات دول العالم، ولا بتحترموا الإنسان عندكم في مصر زي دول العالم، ولا انتوا أصلا دولة زي دول العالم، ولا انتوا نظام زي أنظمة العالم. يعني انت كل ما تيجي تزود عليها حاجة تقول اصل دول العالم. انت مالك ومال دول العالم يا حبيبي؟ انت حولت البلد لحظيرة، حولت الإنسان لحاجة تانية، خليته 60 مليون مصري تحت خط الفقر. فانت مالك ومال العالم؟ بطلوا تماحيك يا جماعة. يعني انتم كنظام في قاع العالم. دول افريقية سبقتكم، وشرق اسيوية سبقتكم، وامريكا، دول في امريكا اللاتينية سبقتكم. عالم ايه؟ مالك ومال العالم يا راجل؟ انتوا كل ما تشاوروا على دولة وتقولوا مش عايزين نبقى زيها تبقى احسن منكم، مش عايزين نبص على دول العالم. ادفع مرتبات زي دول العالم، ادفع للناس فلوس زي العالم، اديهم خدمة، ما تاخدش منهم ضرائب وتسرقهم بعد كده تدفعهم ثمن الخدمة كمان. مش موجود ابدا والله في دول العالم. ما تلاقيش في بريطانيا حاجة زي كده ولا في ألمانيا. ولو طلع في بلد من دول او في دول العالم دي مصيبة زي دي، الحكومة ممكن تمشي، واللي تورط في البيزنس والسبوبة العائلية دي هيتحاسب وهيتحاكم، والصحافة هتمسح بكرامة تاريخه الأرض. ده اللي بيحصل في دول العالم، ده اللي احنا شايفينه في دول العالم. انما كل ما يزود حاجة اصله دول العالم. مالك ومال الناس دي؟ مالكش دعوة بيهم الحقيقة. طيب